تعالوا نعمل مع بعض وصفة اقتصادية للبن المكثف المحلى. هتعمليه في البيت، بجد خطير جدا، سهل وبسيط، مكوناته سهلة جدا، ومش هتقفي كتير ولا اي حاجة، والنتيجة معاكي مضمونة. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. عندي في شفشق الخلاط او شفشق الهاند بلندر، عندي بقى هنا كوباية من اللبن البودر، زيها كوباية من السكر البودر، عليها مكعب حلو كده من الزبدة، يعني حوالي معلقة كبيرة كده، وعليها رشة من الفانيليا السايلة او البودر. نزلت كمان عليهم بنص كوبايه من الميه المغليه، وضروري تكون الميه مغليه هنا عشان تدوب لي الزبده. نص كوبايه بنفس المعيار اللي انا كنت بعير بيه السكر واللبن. هفضل اضرب بقى في الخليط بتاعي كويس جدا، يعني حوالي 4 او 5 دقايق، لغايه بقى ما الزبده تدوب وكمان يبقى الخليط كله كده متجانس. ينفع طبعا ما تستخدميش الخلاط خالص، ممكن تضربيهم كده بشوكه او بالويسك طالما السكر بودر. هفضيه بقى كده في بوله او برطمان معقم، وادخله بقى التلاجة علشان طبعا هو سخن جدا دلوقتي، فقوامه بعد كده هيبقى متماسك زي ما انتم شايفين بالشكل ده. شايفين قوامه حلو جدا يا جماعه، ممتاز جدا. تعملي بقى ايس كريم، تزيني سينابون، تعملي بيه حلويات كتيره جدا. احتفظي بيه كده في برطمان عندك في التلاجة، هيقعد معاكي حوالي اسبوعين. بجد جربوه، طعمه حلو جدا، مش هتستغنوا عنه خالص، ومش هترجعي تشتريه خالص من بره. شايفين القوام بتاعه مظبوط ازاي؟ اشوفكم على خير، باي باي.